أقوى وأسرع وصفة من مكونين تعمل على تصفية البشرة وشدها، وكمان تعمل على رفع الخدود. الوصفة مفعولها سريع جدا ومكوناتها جدا بسيطة. شو هي وكيف؟ خليكن معنا للنهاية، ولا تنسونا من لايكاتكم الحلوة، وإذا كنتوا جداد يا ريت تشتركوا بقناتي، رح تستفيدوا كتير من وصفاتي الحلوة والمجربة. برحب فيكم من جديد. حلم كل سيدة انه تكون بشرتها الشبابية خالية من العيوب ومن التصبغات ومن التجاعيد انا اليوم جبت لكم خلطة من مكونين مجربة، والأطباء وخبراء الأعشاب ينصحوا فيها. إذا استمريتوا عليها رح تضلوا على طول بشرتكم شبابية وطفولية. وإذا كان عمرك 70 أو طبعا السبعينات ما رح يجربوا هاي الخلطة، لو كان عمرك 50 أو 40 واستعملتي الخلطة لفترة رح تشوفي كيف رجعتي أصغر ب20 و30 سنة. أنا ما عم بالغ، لو أحلف لكم لبكرة ما رح أعطيها حقها، لو لكم معجزة قليل بحقها، لو أقولكم سحرية كمان رح أكون يعني أبدا ما بالغت. فبتمنى أنه تجربوها وبعد فترة ترجعوا تعلقولي. ومثل ما حكيت أنه المكونات بسيطة. أول مكون اللي رح أحتاجه هو خميرة. بكل بساطة في أشخاص بيخافوا من الخميرة، ما تخافوا منها أبدا، ما بتضر البشرة. طبعا إذا كانت بشرتك حساسة أو جافة جدا فهون أول شي بدك تعملي تجربة. اعملي تجربة بالأول. إذا كانت يعني الأمور طبيعية فيك تجربيها، بينما إذا نوعية بشرتك حساسة وما بتتقبل خلطات وتجارب فما بنصحك إنه تجربيها. بينما الأشخاص يلي بشرتهم عادية ومختلطة ودهنية كتير رح يستفيدوا منها. والخميرة هي خميرة الناعمة، هيك بتكون شكلها، شايفين؟ هيك بتكون شكلها. بدنا ناخد شي معلقة. وهلا بدنا ماء الورد، اي نوع ماء الورد عندكم، بس اهم شي انه يكون او تكون الاصلي. بدي اخذ تقريبا غطا. يا بنات لو كان عمرك عن جد 40 رح ترجعي بنت، رح ترجعي بنت كأنه عمرك 20، ما رح تكبري، رح تضلي صغيرة. الاستعمال بيكون على الشكل التالي. بدنا نغسل بشرتنا ونحط الخلطة على كامل البشرة وما نتقرب من حول العين، ونخليها 10 دقايق. وفي هذا الأثناء بدنا نعمل تدليك للبشرة. التدليك كتير مهم، بتعمل على تصفية البشرة وبتشدها وبتعمل على رفع الخدود. بعد ما يمرق 10 دقايق بدنا نتخلص منها ونغسل بشرتنا بماء بارد حصرا. ونكرر هاي العملية بالأسبوع من 2 ل 3 مرات. وأهم شيء إنه نستمر عليها لفترة طويلة، لأنه موضوع التجاعيد بدها وقت. لا، أهم شيء إنه تستمري عليها. يعني هي من البداية رح تشوفي إنه في تصفية، بينما للموضوع التجاعيد لازم تستمري عليها فترة لحتى يبين الفرق. ورح تشوفي تلقائيا إنه خدودك صاروا كبار ولونهم على حمار. فهي هي خلطتي، بتمنى إنه تجربوها وأنا متأكدة إنه رح تعشقوها. ووصلت للنهاية، إن شاء الله الفيديو ينال إعجابكم. شكرا كتير لكم.